السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضر لكم على كل ما يتعلق بالمدرسة العليا للأساتذة أكادير. هي بالضبط الاسم ديالها ماشي المدرسة العليا للأساتذة، وإنما الاسم ديالها هي المدرسة العليا للتربية والتكوين. غير ما كاين حتى شي فرق، يعني غير الأسماء مختلفة وصافي. يعني في هذا الفيديو إن شاء الله ما غاديش نهضر لكم يعني كيفاش غادي تنخرطوا، كيفاش كيدوز الامتحان الشفوي، شنو هما الأسئلة اللي كيتحطوا إلى آخره. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم على ايجابيات وسلبيات لهذه المدرسه اللي بغى يمشي ليها، يعني المدرسه العليا للتربيه والتكوين اكادير. وغادي نهضر لكم على شنو هما التخصصات اللي كاينين في هذه المدرسه. نبداو على بركه الله. ولكن ما تنساش الا كنتي اول مره كتسمع هذا الصوت، ما تنساش تشترك في القناه سواء على باج الفيسبوك او لاشين يوتيوب، تفعل زر الجرس باش يوصلك اي فيديو حطينا على شكل نوتيفيكاسيون، وتبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي باغيين ينخرطوا لهذه المدرسه ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه هي التخصصات الموجوده في هذه المدرسه، حيت كاين بزاف التلاميذ كيبغيو ينخرطوا لشي مدرسه، كيبغيو ينضموا ليها، مثلا بحال المدرسه العليا للتربيه والتكوين، كيبغيو يتسجلوا فيها ولكن ما كيعرفوش شنو هما التخصصات اللي كاينين فيها باش يشوفوا التخصص اللي كيولمهم. نبداو اول حاجه. اول تخصص كاين هو مسلك التعليم الابتدائي المزدوج، يعني عربيه فرنسيه. ماشي انت كتختار واش بغيتي تقرا العربيه ولا الفرنسي، كتقراهم بجوجهم مزدوج. ثاني تخصص مسلك التعليم الابتدائي المزدوج، اللغه الامازيغيه. هذه غادي يزيدوا هاد السنه اللي هي 2024 2025، غادي يزيدوا هاد الامازيغيه، ما كانش في السنوات الماضيه. التخصص الثالث مسلك التعليم الثانوي الرياضيات. التخصص الرابع مسلك التعليم الثانوي علوم حياة الارض. التخصص الخامس مسلك التعليم الثانوي علوم الفيزياء والكيمياء. التخصص السادس مسلك التعليم الثانوي اللغه الفرنسيه. والتخصص السابع والاخير هو مسلك التعليم الثانوي اللغه الانجليزيه. كاين فيكم بزاف اللي غادي يتسول، يقول لك مثلا انا علمي شنو هما التخصصات اللي نقدر ندفع ليهم، وواحد غيجي يقول لك انا ادبي شنو هما التخصصات اللي غيمكن ليا ندفع ليهم. بالنسبه للعلميين غيمكن لكم تدفعوا لكلشي، الابتدائي مزدوج او الامازيغيه، الرياضيات، العلوم، اس في تي، عفوا اس في تي بي سي الفرنسيه واللونغلي، جميع التخصصات يمكن للعلميين يدفعوهم. الادبيين لا، عندكم جوج تخصصات اللي هما عفوا عندكم اربع تخصصات اللي هما التعليم الابتدائي مزدوج، التعليم الابتدائي اللغه الامازيغيه، عندكم عاوتاني اللغة الفرنسية، وعندكم اللغة الإنجليزية. عند الأدبيين 4 تخصصات، وعند العلميين جميع التخصصات. نتمنى يكون هادشي مفهوم. ندوز دابا المرحلة الثانية اللي هي إيجابيات المدرسة. يعني كيف ما كتشوفوا المدرسة راه كيكون عندها بزاف الإيجابيات، ولكن غادي نقتصر غير على بعض الإيجابيات اللي كيبانوا ليا مهمين. أولا، يعني هاد المدرسة كتخولك أنك تكون واحد الأستاذ عندك واحد الكفاءة وواحد القيمة عالية جدا، سواء على مستوى المهارات أو المعارف أو المكتسبات إلى آخره. ثاني حاجة، فيها بعض الأساتذة متميزين وترفع لهم القبعة، لا على مستوى الأداء، لا على مستوى الشرح، لا على مستوى التفاني في العمل إلى آخره. يعني أستاذ، كاين بعض الأساتذة اللي كيقراو في ديك المدرسة أساتذة ذو كفاءة جد عالية وقيمة. ثالث حاجة غادي نهضر عليها هي ليستاج أو الأعمال التربوية. هادو كديرهم يعني 3 سنين عندك، يعني كديرهم العام الاول ديالك فاش كتنخرط المدرسه، كديرهم العام الاول، العام الثاني، العام الثالث. هاد لي ستاج فين كديرهم في المؤسسات على حسب انت التخصص اللي داير. كنتي داير الابتدائي غتبقى ديرهم في المدارس الابتدائيه، كنتي داير التخصص ديال الثانوي غتبقى دير لي ستاج في المدارس الثانويه. وهاد لي ستاج او الاعمال التربويه راه ما كديرهمش فابور، راه في الاخر يعني كل شهر كيخلصوك فيه 1000 درهم، ولكن ما كيعطيوهاش لك كل شهر، كيجمعوا عليك على 3 شهور عاد كيعطيوهم. يعني انت مثلا كدير يعني لي ستاج او الاعمال التربويه كديرهم في شهر 10 وشهر 11 وشهر 12، الاخر ديال شهر 12 كيعطوك 3000 درهم، يعني حيت كل شهر 1000 درهم. يعني دوك الاعمال التربويه راه كيعطوها لكم على شكل دفعات وماشي على شكل كل شهر. هادو هما اللي بانوا ليا من اهم الايجابيات اللي غادي تبغيو تعرفوهم على هذه المدرسه. دابا ندوزو نذكروا على السلبيات ديال المدرسه العليا للتربيه والتكوين اكادير. فيما يخص السلبيات اللي كاين في هذه المدرسه، راه لاحظت بزاف السلبيات اللي خصكم نتوما تعرفوهم، ونبداو على بركه الله واحد بواحد. من السلبيات لهذه المدرسه كاين بعض الاساتذه، كيف ما كنا قلنا كاين بعض الاساتذه اللي عندهم واحد القيم عاليه، ولا ننسى انهم كاين واحد الاساتذه ذو كفاءه رديئه. واخا الكلمه حشومه نقولوا الاساتذه جامعيين، وانما باش غنفهموكم المدرسه العليا للتربيه والتكوين يعني كيجيبوا اساتذه من لافاك. كاين واحد الاستاذ كيكون مولف في السيستم ديال لافاك لانه التلميذ ما مسوقش، يعني جا الاستاذ شنو كيدير؟ كيهز واحد الورقه اولا كيهز واحد الكتاب وكيبقى يقرا على التلميذ، ما كيشرحش ليه، ما كيفهمش ليه الى اخره. يعني كيهز واحد الورقه كيبقى يفتي عليه داكشي، التلميذ خصو يكتب.
انا ما كنجمعش كلشي، ولكن انما كنقول لكم غير داكشي اللي كيوصلوني من الطلبه اللي كاين تما. ثاني حاجه هضرت لكم عليها هي الاعمال التربويه. كيف ما كنعرفوا بالنسبه للاعمال التربويه كيعطوكم تعويضات على كل 3 اشهر، يعني 3 اشهر، يعني شهر 10 11 12 نهار 12 عفوا شهر 12 الاخر ديالو كيعطيكم الاعمال التربويه، يعني التعويضات ديال الاعمال اللي درتوهم نتوما على شكل دفعه. قلت لكم ياك لتكون في علمكم ان اليوم 1 في شهر 7 2024 طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين لحد الآن راه مازال ما توصلوش بتعويضات الدفعة الثانية، حيت قلت لكم التعويضات كيتفرقوا على شكل 3 دفعات. الدفعة الأولى كتكون في الآخر ديال شهر 12، الدفعة الثانية كتكون في الآخر ديال عفوا في البداية ديال شهر 4، والدفعة الثالثة كتكون في البداية ديال شهر 8. لتكون في علمكم طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين لحد الآن اللي في شهر 7 مازال ما توصلوش بالتعويضات ديال الدفعة الثانية اللي خصها تكون في البداية ديال شهر 4. يعني كاين 3 شهور ديال التأخير، ولحد الآن الأكاديمية اللي كاينة في أكادير مازال ما باش تصرفها. علما أن جميع المدارس الأخرى سواء في مراكش أو بني ملال أو برشيد إلى آخره راه توصلوا بالدفعة ديالهم في شهر 4 في شهر 5 راه توصلوا بهم. ليزيف ديال أكادير راه لحد الآن مازال ما صرفتش ليهم التعويضات ديالهم، يعني باش ما نبقاوش نخبيو الشمس بالغربال. حيت كنشوف بزاف لي فيديوهات كيبقاو غير يذكروا الايجابيات وكينساو السلبيات ديال كل مدرسه. ثالث حاجه غادي نهضر لكم عليها دابا هي الاداره اللي هي سكولاغيتي. السكولاغيتي اللي كاين تما في ديال المدرسه العليا للتربيه والتكوين اكادير ما مسوقاش بتاتا للطلبه، او لا مطالب الطلبه ما مسوقاش اليوم. يعني السكولاغيتي شنو هو الدور ديالها؟ هو ان التلميذ الا كان بغى شي وثيقه او كان عنده شي مشكل كيتوجه للسكولاغيتي باش تقاد مع الامور. السكولاغيتي ديال المدرسه العليا للتربيه والتكوين اكادير ما كتعطيش للطالب اي اهتمام. يعني كتجي انت كتناقش مع داك اللي كيكون في سكولاغيتي كيسد عليك الشرج من تما، يعني ديك النافذه كيجي كيسد عليك تما، كيبقى واش هاد الحاسوب ديالو تما حتى ديك الساعه بقى واقف ولا سير ولا. هما كينساو بلي الدور ديالهم اللي كاين في ديك الاداره ديال سكولاغيتي، كينساو بلي الدور ديالهم هو انهم يتواصلوا مع الطالب الا عنده شي مشكل، بغى شي وثيقه، بغى شي حاجه، ما عرف شي حاجه، يعاونوه. هما لا، وهادشي تقدروا تسولوا عليه الطلبه اللي كيقراو تما فيها. رابع حاجه غادي نهضر لكم عليها هي المدير ديال المدرسه العليا للتربيه والتكوين. هو نسى بلي راه كون ما كانوش الطلبه كيقراو في ديك المدرسه ما غاديش يكون هو في ديك البلاصه. وغادي نقول لكم علاش قلت لكم هذه الهضره. حيت دابا الطلبه فاش شافوا المدرسه العليا للتربيه والتكوين اكادير لاحظت واحد الاعلان بلي ان الامتحان ديال الدوره العاديه في الاسس الثاني، يعني في السمستر الثانيه، المهم الاسس الثاني غيكون مثلا قالوا نهار 6 في شهر 6، وامتى غيوقفوا القرايه باش انهم يبريباريو نهار 1. يعني القرايه غتوقف نهار 1 في شهر 6 والامتحانات عندهم نهار 6 في شهر 6، يعني خلاو لهم 5 ايام. الطلبه ما عجبهمش الحل، قالوا راه 5 ايام ما غاديش تقدنا باش اننا نحفظوا واحد 7 الموديلات ولا 8 الموديلات. شنو قرروا يمشيو عند المدير مجموعين باش انهم يهضروا يمدد ليهم الفتره باش انهم يقدروا يبريباريو دوك لي موديل. المدير شنو قال لهم حنا الوقت اللي عيطنا لكم غادي تجوا، بغيتو تجوا دوزو مزيان، اللي ما عجبوش الحال يسحب الباك ديالو يمشي لافاك. دابا هادي واش الهضره ديال واحد المدير وتاهم راه محقهم، راه 5 ايام لا يكفي باش انك تبريباري 7 لي موديل. وثاني حاجه هذه ماشي هضره كتقال للطلبه. بالنسبه للعامل الخامس والسادس غنجمعوا لكم خطر، يعني كاين عامل الوقت واستعمال الزمن. هاد الجوج راه بحال عامل الوقت واستعمال الزمن. علاش؟ حيت هي المدرسه الوحيده، يعني المدرسه العليا للتربيه والتكوين اكادير هي المدرسه الوحيده في المغرب كامل اللي كيقراو او اللي كيقريو الطلبه ديالهم 4 سوايع في كل موديل. يعني 4 سوايع في كل موديل. مثلا عندك العربيه كتقرا فيها 4 سوايع هذا الاسبوع، وثاني الاسبوع الجاي 4 سوايع، يعني 4 سوايع في كل موديل. غير باش تكون في راسكم المدارس الاخرى كيقراو 3 سوايع، 3 سوايع اللي كيقراو في كل مدرسه، الا هاد المدرسه الوحيده اللي كتقري 4 سوايع. ونزيدكم المدارس الاخرى كيقراو غير نص نهار، الا قراو الصباح العشيه ما كيقراوش، ولا قراو العشيه الصباح ما كيقراوش. هاد المدرسه لا، كتقرا الصباح وعشيه. قليل فاش كيكون عندك شي عشيه خاويه اولا صباح خاوي. زائد كيف ما قلت لكم عامل الوقت اللي ما كيكونش، انت كتقرا مثلا الصباح من 8 12 كتجي العشيه كتقرا 2 6، غد لي عاوتاني كتقرا مثلا 8 12 وكترجع عاوتاني كتقرا العشيه. يعني شي يومين اولا يوم اللي كيكون عندك نص نهار خاوي اولا الصباح اللي خاوي. يعني نتوما كيف ما كتشوفوا الوقت يكون مضيق عندهم. زائد فاش كيقرب لك سبوزيات كيزيد عاوتاني الوقت مول الفروض، يعني ما كيوصل وقت الامتحان حتى التلميذ كيكون يعني راه ما قادرش انه زعما يبريباري كلشي لي موديل، والوقت ديال زعما نص نهار ما كاينش. وهادو غير عوامل بساط من بزاف الحوايج اللي كاين في ديك المدرسه. وللاشاره بغيت نوضح لكم بلي اللي بغى يدير تخصص الابتدائي في هذه المدرسه
راه كيكونوا لي زافونتاج عند العلميين اكثر من الادبيين. علاش؟ حيت خصوصا فغير الدروس عندكم مثلا في اللي بغى يدير التخصص الابتدائي، بالنسبه كاين تما كتقراو الاس في تي، يعني علوم الحياه والارض، كتقراو الفيزياء والكيمياء، كتقراو الرياضيات. هاد المواد خصوصا في ديك المدرسه ديال العليا التربيه، المدرسه العليا للتربيه والتكوين، كيكونوا متعمقين بزاف في الدروس. كيف ما سمعتوا في المدرسه يعني كتعمق لهم بزاف الدروس، يعني كيكونوا العلميين عندهم لي زافونتاج على الادبيين في ديك المدرسه. يعني ديما الطالب الادبي كيفكر كيفاش يبقى يعوض في ديك الماده، كيقول غادي نهز واحد 3 نقط من العربيه باش نعوض بهم الماط. يعني كونك ادبي كتبقى تفكر فين انت غادي تعوض دوك المواد الاخرين وصافي. حيت هذه هي المدرسه الوحيده اللي كتبقى تعمق في داك الشيء. مثلا صحاب الاس في تي اولا صحاب المواد العلميه هما اللي غيفهموا هاد الهضره اللي غادي نقول لهم. بحال دابا علوم الحياه والارض كيقراو يعني في بريمير كتقراو السيلول مناش كتكون بروكاريوت اوكاريوت الى اخره. عندك عاوتاني الفيزيك الشيمي، عندك عاوتاني الرياضيات كتقراو مثلا في الاس الثاني كتقراو ليكواسيون ديال السيركل، المعادله ديال الدائره. هاد الحوايج ما كيتقراوش كاع الابتدائي، يعني انت الا عرفتهم غادي كاع تقربهم الابتدائي. يعني كاش التلميذ الادبي غيلقى مشكل كبير في الرياضيات والعلوم حياة الارض والفيزياء والكيمياء، لان هادشي اللي كيتقرا تما راه ديال السانكيام علوم والسيزيام علوم. وكيف ما قلت لكم هادو غير شويه من بزاف الحوايج. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. والا كنتي اول مره كتشاهد هذا الفيديو اولا كتسمع عاوتاني هذا الصوت، ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس باش يوصلك اي فيديو، تبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. واللي عنده شي تساؤل اولا اللي باغي يعرف شي حاجه ينزل لي كومونتير يسول، راه غادي نجاوب كلشي. والسلام عليكم ورحمه الله.